عارفين اكتر حد هيستفاد من الموضوع ده ايه؟ الناس اللي معاها موبايلات ايفون. ايه يا عم محمد الدخله دي؟ بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انتشر في الاونه الاخيره او في الاسبوع الاخير ده تحديدا كلام كتير جدا عن خاصيه الاي اس اي ام، الشريحه الالكترونيه المدمجه. هلخص لك بقى الموضوع في دقيقتين من غير ما اوجع دماغك، وهفهمك الدنيا كلها. الموضوع ابسط مما تتخيل. شايف الشريحه دي؟ الشريحه القديمه اللي هي دي، ارمي يا معلم الشريحه دي وهتمسك موبايلك، هتخش على الاعدادات، هتخش على الاتصالات، اداره اس اي ام، هتنزل تحت هتلاقي هنا عندك اضافه اي اس اي ام، هتدوس عليها، دوس موافق بالشكل اللي انت شايفه ده. عندك اول اختيار اللي هو مسح كيو ار كود. ده بقى كيو ار كود يا معلم، الشركه اتصالات هتديهولك او فودافون او الشركه يعني اللي انت عايز تجيب منها شريحه الاس اي ام. الباركود ده هتصوره، او لو الشركه بعته لك في صوره تقدر تختار من الصور، من العلامه كده لو دوست هيدخلك على الصور تختار الكيو ار كود وبس كده يا معلم. طب دلوقتي انت هتقول لي انا اعرف منين ان جهازي بيدعم؟ الموضوع بسيط خالص، ما انت مش متابعني على الفيسبوك، سيب لك انا في منشور على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعه في وصف الفيديو، كاتب فيه كل الاجهزه اللي بتدعم الخاصيه دي. طيب الموضوع ده اصلا انا كمستخدم هستفاد منه ايه لما ارمي شريحتي القديمه واشغل الاي اس اي ام؟ هقول لك بكل بساطه انك تقدر تشغل على موبايلك 8 خطوط ومن شركات مختلفه، وتقدر تبدل بينهم بسهوله من غير ما تجيب خط وشريحه وتحطها في الموبايل بتاعك، وموبايل بيدعم خطين او لا بيدعم خط واحد. وزي ما قلت لك في اول الفيديو، اكتر ناس هتستفاد من الموضوع ده الناس اللي معاها ايفون بيشيل خط واحد. افرح يا عم، انت دلوقتي تقدر تشغل 10 خطوط عندك على الايفون بتاعك، فمش هتقعد بقى تدور على جهاز بخطين. ودي اكبر ميزه للخاصيه دي، وبالذات للناس اللي معاها ايفونات، باكد للمره الثانيه، لان هم يا عيني محرومين من موضوع الخطين ده في الاجهزه بتاعتهم. وعايز اقول لك ان الخاصيه دي كمان بالبلدي كده بتشتغل على اجهزه متعدده. يعني ايه يا عم محمد؟ يعني اقدر اشغلها على السمارت ووتش، بجد الكلام ده. السمارت ووتش، الساعه الذكيه، بس مش اي سمارت ووتش. يعني مثلا ساعات سامسونج من اول الجير 2 هيشتغل عليها عادي، ساعات ابل من اول سيريس 4 تقريبا هيشتغل عليها عادي. فدي برضو حاجه محترمه. ونفس الشريحه، يعني نفس الشريحه اللي هتشتغل على الساعه الذكيه هي اللي هتكون شغاله على الموبايل. فدي حاجه كويسه وميزه رهيبه هتقدمها لنا الخاصيه دي. الميزه اللي بعد كده ان انت هتفعلها في اي وقت وفي اي مكان ومن اي مقدم خدمه. يعني انا مثلا ممكن اخش على تطبيق انا فودافون، اقول لهم انا عايز شريحه الكترونيه، وارمي الشرائح بتاعتي واشغلها، هيديني باركود زي ما وريتك في اول الفيديو، هصوره هتشتغل معايا بكل بساطه خالص. اقدر اجيب شريحه من اتصالات، اقدر اجيب شريحه من فودافون، اقدر اجيب شريحه من اورنج، اقدر اجيب شريحه من اس تي سي، اقدر اجيب شريحه من اوريدو، اقدر اجيب شريحه من اي مقدم خدمه في اي مكان في العالم ببساطه خالص. اشتريها اونلاين لو انا مسافر الامارات، اشتريها اونلاين لو انا مسافر امريكا، اشتريها اونلاين لو انا مسافر في اي مكان. قبل ما اروح اكون مظبط دنيتي ومظبط حالي. والجميل برضو في الموضوع انك مش هيبقى معاك حاجه ملموسه او شريحه تضيع منك او تقع منك او كل شويه تشيلها من التليفون، تضيع تشيلها من التليفون ده تحطها في التليفون ده. لا يا معلم، انت معاك الكيو ار كود تصوره من اي موبايل بيدعم الخاصيه دي او اي سمارت ووتش، في لابتوبات بتدعم الخاصيه دي، فعادي خالص. وده الموضوع باختصار خالص عشان ما حدش يوجع دماغك. ارجوك لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، وما تنساش هتلاقي لينك في الوصف بتاع الفيديو هيحولك على قائمه الاجهزه، او بوست كده على الفيسبوك هيقول لك قائمه الاجهزه اللي بتدعم شريحه الاي اس اي ام. يا رب تكون استفدت. ما ننسوش ندعو لاخواتنا المستضعفين في غزه العزه والكرامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.